بمكون واحد بس هنلمع النحاس اللي عندنا موجود في البيت، سواء بقى لوح زي ما احنا شايفين قرآنية أو سبرتاية أو أي حاجة عندكم، أطباق نحاس. كل ده من عندنا من البيت. زي ما احنا شايفين هي اللوحة النحاس دي موجودة على باب البيت بره، فطبعا اتغير لونها تماما. فعندنا إن باجيب الليمون عندي، أي كمية باخدها، دايما بحافظ على بعصر الليمون وبحافظ على القشرة الخارجية بتاعتها دي. تمام، دي ممتازة في كل حاجة، من أول التلميع لأول الحاجات بتحطها في مية التنظيف بتاعة الأرضيات. في الحاجات دي كلها ليها استخدامات كتيرة جدا نقدر نستفيد بيها من قشر الليمون ده. كمان أنا باخد قشر الليمون ده وببشره وبخليه عندي في الفريزر، عشان لو أنا ما عنديش فانيليا بعمل كيكة بعمل أي حاجة بحط قشر الليمون ده، بيبقى طعمها حلو جدا. زي ما احنا شايفين كده بدعكها كويس قوي قلب الليمونة ده، تمام كلها كده، وبسيبها مفيش 5 دقايق 10 دقايق، بعمل حاجة وارجع يعني. وبعد كده بجيب الليفة بتاعتنا العادية كده، بكون عصراها كويس وامشي عليها بس كده عشان انزل التفل بتاع القشر اللي جوه ده اللي بيطلع من الليمون، عشان ما يفضلش ماسك فيها يعني وينشف وكده. وزي ما احنا شايفين بتبقى زي الفل، اتلمعت تماما، مخدتش وقت خالص، وبقت شكلها جميل. بعملها مرة كل أسبوعين كل شهر يعني، حسب ما بتغير لونها، لأن النحاس طبيعي بياخد لون الجو بيتأكسد بسرعة. يعني اللي بيحب المشغولات النحاسية وكده بتاخد وقت شوية في التنظيف. وشكرا لمتابعتكم.